بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع دروس تربية الأولاد في الإسلام، واليوم ننتقل إلى التربية الاجتماعية، لكن لا بد من مقدمة. القاعدة الذهبية الرائعة: درهم وقاية خير من قنطار علاج. فكلما كان الأب أعلى وعياً وفهماً وإدراكاً للمسؤولية، كلما كان الأب عالماً برسالته تجاه أولاده، كلما كان الأب متمثلاً المسؤولية التي حمله الله إياها، سلك الوقاية قبل العلاج. درهم وقاية خير من قنطار علاج. مرة سيدنا معاوية سأل أحد أكبر دهاة العرب، عمرو بن العاص، قال له: يا عمرو، ما بلغ من دهائك؟ قال له: والله ما دخلت مدخلاً إلا أحسنت الخروج منه. قال: يا عمرو، لست بداهية، أما أنا والله ما دخلت مدخلاً أحتاج أن أخرج منه. أنا في الأساس لا أدخل. فهناك مشكلات لا تعد ولا تحصى في الأسرة، يجب أن نعلم جميعاً ومن دون خجل ومن دون تحفظ أن معظم أخطاء الأولاد بسبب الآباء. الأبوة مسؤولية، الأبوة أمانة، الأبوة رسالة. الأبوة المثالية طريق إلى سعادة الدنيا والآخرة. الأبوة المثالية مكافأتها في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. ما المكافأة في الدنيا؟ أن يكون ابنك قرة عين لك. المشاعر التي تنتاب الأب الذي اعتنى بأولاده ورآهم ملء السمع والبصر خلقاً وديناً واستقامة، هذه المشاعر لا تقدر بثمن ولا توصف. أيها الأب، أيتها الأم، أنت الرابح الأول وأنت الرابحة الأولى إذا اعتنيتما بالأولاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير كسب الرجل ولده. يعني أفضل كسب على الإطلاق ابنك، لأنه امتداد لك، لأنه به يستمر وجودك. كنت أقول لكم دائماً: أنت باستقامتك على أمر الله تحقق سلامة وجودك، وأنت بالعمل الصالح والبذل والتضحية والتقرب إلى الله تحقق كمال وجودك، وبتربية أولادك تحقق استمرار وجودك. صدقوا أيها الإخوة، حينما يموت الأب ويخلف ولداً صالحاً، أقول بملء فمي:
الأب لم يمت، ما دام هذا الابن خليفته يمشي على نهجه، تأدب بآداب الإسلام، الأب لم يمت. إذن الحقيقة المرة لا توارب، لا تتهرب. معظم أخطاء الأولاد من الآباء، معظم أخطاء الطلاب من المعلمين، معظم أخطاء أفراد المجتمع من قياداته، معظم أخطاء التلاميذ في المسجد من الذي لا يحسن بناء نفوسهم. هذه الحقيقة المرة، واعتمدوها دائماً، وهي أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. يعني مثلاً القسوة الشديدة من الأب تعلم ابنه الكذب. إذا في اعتدال، في هدوء، في وعي، في مسامحة، يا بني تكلم، ما الذي حصل؟ أنا أبوك، أنا أنصحك، أنا أرشدك. أما الضرب الشديد والسباب يصبح الابن منخلع القلب من البوح لأبيه بما جرى. ما لم يكن ابنك صديقاً لك، وما لم تكن بنتك صديقة لك، لن يبوح ولن تبوح لك ولها بما حصل. أخواننا الكرام، الذي يحصل دائماً الموقف المتطرف سهل، أن تسيب عملية سهلة، ألا تبالي، ألا تأبه، ألا تدقق، ألا تحاسب، ألا تراجع، قضية سهلة. أب مهمل. وأنا والله يا أخوان من أعماق أعماقي أقول لكم بتعريف لليتيم لم يكن من قبل: اليتيم من يجد أماً تخلت أو أباً مشغولا، هذا اليتيم. اليتم الحقيقي أب مشغول، أم متفلتة، أم همها مكانتها وزينتها والافتخار بزوجها ورحلاتها وولائمها وما في يدها من حلي، والأب من نزهة إلى نزهة ومن صديق إلى صديق، والأولاد ضاعوا. من معاني اليتم الحقيقي أب مشغول وأم لا ترعى أولادها. تربية الأولاد أعظم عمل على الإطلاق، ولا سيما في هذه الأيام، أيام التفلت، أيام النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، في أيام الإنترنت، في أيام الفضائيات، في أيام المجلات، في أيام رفقاء السوق، في أيام المحمول وما فيه من أفلام وصور. في مثل هذه الأيام يحتاج الأب إلى كم كبير جداً من العناية بأولاده حتى يكونوا قرة عين له. فالتساهل سهل والتعنيف سهل. الأب بيغضب يضرب ضرب مبرح يشفي غليله وما فعل شيئاً، لكنه عقد المشكلة وأقام حاجزاً بينه وبين ابنه. والذي يحصل، دقق، أنا أسميها حلقة مفرغة. الأب يسيب، لا يبالي، لا يدقق، لا يحاسب،
الابن يتفلت، يرى أباه لا يحاسبه يزداد تفلتاً، يرى أباه لا يدقق في مجيئه إلى البيت ينام خارج البيت، ثم يكتشف الأب فجأة أنه خسر ابنه فيقسو قسوة غير طبيعية، من تسيب غير مقبول وغير معقول إلى قسوة غير مقبولة وغير معقولة. هذه مشكلة الأسر اليوم، تسيب وقسوة. التسيب تبعه تفلت، والقسوة تبعها حاجز بين الأب وابنه. هذا الواقع أيها الإخوة. لكن المتابعة صعبة، وأنت هادئ ضابط أعصابك، في مشكلة في البيت تعالجها بحكمة، بهدوء، بحلم، بنصيحة، بمتابعة، بتوجيه، بإلقاء حكمة، بأن يكون ابنك معك، بأن تعلمه، بأن توجهه. المتابعة صعبة، بالتعبير الدقيق الثمن باهظ والنتائج رائعة. الثمن باهظ والنتائج رائعة. شيء آخر، الناس أنت لهم وغيرك لهم، أما أولادك من لهم غيرك؟ الناس أنت لهم وغيرك لهم، أما أولادك من لهم غيرك؟ من المسؤول عنهم غيرك؟ من المحاسب عنهم غيرك؟ من الذي سيتألم إذا انحرفوا غيرك؟ دقق، تمشي في الطريق لا سمح الله ولا قدر، رأيت شباباً ثلاثة، أحدهم ابنك، والثاني ابن أخيك، والثالث صديق ابن أخيك، يدخنون. أنت تصبح كالمرجل على من؟ على ابنك، لأنه لصيق بك، لأنه امتداد لك، لأنه قدرك. ابن أخيك تعنفه ولكن بحدة أقل، أما صديق ابن أخيك تقول له انصرف إلى البيت. أما الألم والغليان على من؟ على ابنك، لأنه جزء منك، لأنه امتداد لك، لأنه قدرك، لأنه مصيرك. والله أيها الإخوة، بحكم عملي في الدعوة إلى الله ل35 عاماً مضت، والله يتصل بي آباء يكادون يموتون ألماً من تفلت أبنائهم وضياعهم وسقوطهم وشقائهم في الدنيا والآخرة. في بالقرآن إشارات لطيفة جداً: واللاتي تخافون نشوزهن، واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز لم يقع، لكن له علامات مبكرة. فالأب اليقظ والأب الحكيم والأب المربي والأب المؤمن يتنبه لهذه العلامات التي تؤشر على وقوع النشوز. واللاتي تخافون نشوزهن. أنا لا أدقق في معاني الآية هذه، أدقق في فكرة واحدة: أن الإنسان المربي
يتنبه للشيء من بداياته. دخلت إلى البيت فجأة ابنتك وضعت السماعة في مكانها، كان في مكالمة، وخافت حينما رأتك. مع من؟ أي بادر. أين كنت؟ اضطراب الابن في مشكلة. لمن هذه الساعة؟ صار في تلعثم بداية. أنت كأب بطولتك أن تعالج الأمر قبل أن يقع، لمجرد وجود إشارات، علامات بسيطة: واللاتي تخافون نشوزهن. أنا يعنيني من هذه الآية ليس معناها الدقيق، ولكن التنبه إلى ظاهرة من بدايتها. حتى بالطب، أي عرض لمرض إن تنبهت إليه في وقت مبكر العلاج سهل جدا، أما بعد أن يستفحل المرض صار العلاج صعب جدا. هذا الكلام لمن؟ دقق: للآباء، للمعلمين، للمربين، للدعاة، لكل منصب قيادي، مدير مستشفى، مدير جامعة، مدير ثانوية، مدير معمل، أي منصب قيادي. والأب والأم في الدرجة الأولى. بدراسة نفسية دقيقة تؤكد هذه الدراسة أنه تأثير الأب والأم والأخ الأكبر والأخت الكبرى وخطيب المسجد والمعلم، كل هؤلاء تأثيرهم 40%، ورفيق السوء تأثيره 60%. اسمعوا هذه الكلمة بالصوت العالي: لا بد من أن تعرف من هو صديق ابنك أو من هم أصدقاء ابنك ومن هم صديقات ابنتك. في الدرجة الأولى